خلوني اسالكم سؤال، ايه هي اكتر شخصيه شريره شفتها في حياتكم؟ هوملاندر، بينيوايز، انا؟ لا، احب اقول لك ان الشرير مش لازم يطلع ليزر من عينيه ولا يبقى معاه منشار يقتل بيه الضحايا. ده ممكن يبقى متجسد على شكل انسان بسيط معوش في الدنيا اي حاجه، عايش تحت الارض، مش لاقي ياكل، مش لاقي يشرب، مش لاقي حتى نت، بس في الحقيقه بيبقى اكتر انسان شرير ممكن تشوفه في حياتك بسبب خبثه ونصبه وذكائه، وده اللي هنتكلم فيه النهارده. ففيديو النهارده هتكلم عن اكتر فيلم يحسسك بالعجز والتوتر والصدمه، وفيلم تمام. الفيلم ده لما شفته اول مره بصراحه حسيت ان انا مش مبسوط، بالذات اني ما بحبش الافلام الكوريه، بحس اني دايما بواجه صعوبه في فهمها، وده لسبب اني ببقى لازم طول الوقت عيني على الترجمه. حرفيا لو رمشت عيني ثانيه واحده بس، ثانيه، احس ان احداث الفيلم كلها فاتتني. ده غير اني بحسهم دايما بيزعقوا في بعض من غير اي سبب، يعني ممكن تلاقي اتنين قاعدين عادي بيتكلموا، فجاه تلاقي واحد منهم بيزعق للتاني من غير اي سبب. بس الفيلم ده بالذات مختلف. ليه مختلف؟ لان اول حاجه فكرته عميقه، تاني حاجه قصته حلوه، تالت حاجه نهايته مأساوية بشكل مش طبيعي. هتفهموا كل حاجة، بس في الأول خلينا نرجع للبداية. الفيلم بيتكلم عن عيلة فقيرة جدا، لأنهم مش قاعدين في بيت صغير ولا حتى نايمين في الشارع، دول عايشين تحت الأرض. العيلة مكونة من 4 أفراد، ومتسألنيش على أسامي عشان مش عارف أقولها. أول واحد وهو الأب، عنده 50 سنة ومش بيشتغل، هادي جدا لدرجة إن أي مشكلة بتواجهه بيستسلم ليها استسلام تام، زي ما حصل في بداية الفيلم لما شبكة الواي فاي اللي كانوا سارقينها اختفت. كله كان متوتر وزعلان ان الحاجه الوحيده اللي كانت بين ايديهم ما بقتش موجوده. في الوقت ده هو كان نايم على الارض ومش همه اي حاجه، كده كده ما عنديش تليفون، مش مهم. مراته تديله بالشلوت وهو نايم عادي عادي، اكيد بتهزر. الناس تعمل حمام قدام المكان اللي هم قاعدين فيه، ممكن كان مزنوق بس مش اكتر. بالنسبه للام فهي عكس جوزها تماما، فهي شخصيه عمليه ويعتبر هي اللي بتمشي البيت دايما، بتدور على فرص شغل ومخليها بالها من اي تفصيله بتحصل في البيت. اما بالنسبه للابن فهو يعتبر اكتر واحد بيفشل في العالم، قدم في الجامعه 4 مرات وكل مره بيقدم فيها بيترفض. البنت بقى هي اكتر واحده ذكيه في البيت، بتفهم في الجرافيك وتقدر تصمم صور و تزور ورق. كانت تقدر بكل سهوله تشتغل في شركه كويسه، بس نظرا لظروف ابوها فما قدرتش تشتغل في اي مكان. بس ثانيه واحده، عشان انا مش عايزكم تتخدعوا في العيله دي، هم فقراء، بس هم في الاساس عباره عن شياطين فيهم خداع وذكاء مش في اي حد. لو انت قابلت بالصدفه اي واحد فيهم فهيخدعك بكل سهوله مهما كنت مين. في الاول الابن كان بيدور على الواي فاي اللي هم سارقينه، اخته تدور معاه وبرضه مش لاقيين اي حاجه. بيكتشفوا في الاخر ان باسورد الواي فاي يتغير لحد ما بيوصلوا للحمام، وهنا لازم اقف شويه لاني اول مره في حياتي الاقي حمام بالمنظر ده. انا شفت حمامات كتير في حياتي، تمام، حمامات المدارس، حمامات المولات، حمامات المساجد، بس فكره انك لازم تطلع سلالم وتوصل لاعلى نقطه في الحمام عشان تعمل حمام، فدي فكره غريبه جدا. مين المهندس اللي عمل الحمام ده؟ للوهله الاولى ممكن احس ان انا قاعد على عرش ملكي بحكم بيه العالم ولا حاجه. المهم بعدهم قاعدين شغالين في طي علب البيتزا، جت عربيه رش من مبيدات الحشريه اللي بتفضل تعمل صوت عالي وتطلع دخان زي قنابل مثيره للدموع. بس هنا الاب بيصمم اللي هو يسيب الشباك مفتوح عشان يدخل لهم رش مجاني بسبب الحشرات اللي عندهم. بعدها بتيجي صاحبه مطعم البيتزا اللي هم شغالين في العلب بتاعته، بتقول لهم ان شغلكم زي الزفت واخصم لكم 10% من المرتب بتاعكم. هم اصلا بيقبضوا فتافيت يعتبر ولا حاجه، فلما تخصم منهم 10% مش هيتبقى من مرتب اي حاجه. بيجي الوقت ده ويكلمها ويقنعها ان هو يشتغل في المطعم نفسه، بس البنت بتقول له ان هم مش محتاجين حد دلوقتي وان عندهم ناس كفايه. راح قال لها عادي مفيش مشكله، اطردي اي حد من عندك وشغليني مكانه. هنلاحظ هنا ان كلهم عايزين يشتغلوا باي طريقه مهما كان الثمن، لدرجه ان هم عادي بالنسبه لهم لو يطردوا اي حد مسكين غلبان بيسعى عشان لقمة العيش مقابل انهم يشتغلوا هم. وعشان كده بتحصل حاجة قدام هتبين لينا العيلة دي على حقيقتها بالتفصيل. بعدها بيجي يزورهم ولد اسمه مين هيوك، وهو ماسك صندوق خشبي شكله فخم جدا. بيفتحوا الصندوق وبيلاحظوا فيه حجر، بس مش اي حجر. بيقول ان الحجر ده اتصمم خصيصا للعيلة دي، وانه يعني لما بيتحط في المكان بيجيب فلوس وحظ وسعادة، اي حاجة ممكن تحلم بيها ممكن يجيبها لك. محدش طبعا بيصدق الكلام ده حتى
حتى الام قالت له لو كنت جبت لنا اكل كان هيبقى احسن. بس شخص واحد اللي بيؤمن بالحجر ده وهو الابن بيمسك الصندوق ويبص له باستغراب وكانه بيبص على كاس العالم، وهي اصلا في الاساس طوبه يعني موجوده في اي شارع. لو انت طلعت دلوقتي قدام البيت هتلاقي واحده زيها بالظبط قدام العماره. بيبان هنا شخصيه الولد ده اللي هو دايما بيؤمن بالخرافات، بدل ما يسعى مثلا ويدور على اي شغل بره حتى لو هيشتغل عامل نظافه ويكبر نفسه يبقى مسؤول عن عمال نظافه لحد ما يكبر اكتر ويفتح شركه متخصصه لعمال النظافه، بيقرر اللي هو يلجأ للحل السهل ويمشي ورا الخرافات ويقعد يتكلم مع صخره. بعدين بيرجع يقعد مع نفس الشخص في مكان، وهنا بيحصل حاجه مهمه جدا. صاحبه بيقول له اللي هو هيسافر بره عشان يكمل دراسته، بيقول له اللي هو شغال مدرس انجليزي البنت في ثانوي، بس البنت دي عيلتها اغنياء جدا، فبيعترف له اعتراف وبيقول له اللي هو معجب بالبنت دي وعاوز يتجوزها لما تكبر وتدخل الجامعه. بس المشكله اللي هو مسافر فمش هيقدر يثق في اي حد من زمايله عشان محدش يسرق البنت منه، فشاف ان الولد ده مناسب جدا للشغلانه دي لانه فقير ومستحيل بنت زي دي تفكر تبص له. الولد بيتردد في البدايه وبيرفض العرض وبيقول له ازاي هديها دروس وانا اصلا ما دخلتش الجامعه ولا مره في حياتي. فبيقول له ما تقلقش، من الاخر عيله البنت دي عيله مغفله ومش بيركزوا في تفاصيل ولا بيركزوا في اوراق. بعدها بيخلي اخته تزور له شهاده الجامعه، ومن هنا كل حاجه بتبدا واحداث الفيلم كلها بتتغير. من اول ما الولد ده بيدخل بيت العيله الغنيه بيرن الجرس والخدامه بتفتح له الباب، بيدخل البيت وبيقعد يبص على كل حاجه فيه وهو مبهور. بيقعد مع الام وبيتوافق عليه من غير ما تركز حتى في الورق بتاعه. بعدين بيطلع البنت وبيقعد معاها لاول مره عشان يديها الدرس، بيقدر يثبت نفسه قدامهم فعلا. بعدين بتديله الفلوس في اخر اليوم. بس هنا بيحصل حاجه مهمه جدا. الام دي عندها ابن صغير تمام، بس شقي جدا، عنده سهم بيقعد يلعب بيه في كل مكان في البيت، ده حتى ضرب سهم في ما علينا. المهم بتقول ان ابنها فنان وبيعرف يرسم. طفل في السن ده اتوقع مثلا لو يرسم ورده، شجره، باص، بس في الاخر بنتفاجئ بالرسمه دي. ايه ده؟ انا مش فاهم ده ايه. لا وكمان الولد ده بيقول لها دي رسمه معبره جدا وفيها معنى عميق. معنى عميق يا كداب يا انا عارف انه بيقول كده عشان ياخد بس قرشين زياده، بس دي مش رسمه، دي شخابيط. وقبل ما يمشي الست دي بتقول له ان في كذا مدرسه رسم قعدت معاه بس كلهم بيزهقوا منه وبيسيبوه. بعدها بتجيله فكره عبقريه وبيقول لها انه يعرف بنت، وقعد يفكر في اسم لحد ما قال انا اعرف بنت اسمها جيسيكا خريجه كليه فنون وشاطره جدا، وقعد يالف حوار كبير. المهم جيسيكا في الاخر بتطلع اخته وعمل كل ده عشان يشغلها معاه، ودي كانت بدايه كل المشاكل. بيقعدوا مع بعض بيعرف الست دي على جيسيكا اخته، بعدين بيطلع للبنت عشان يديها الدرس بتاعها. بعدها الام بتاخد جيسيكا وتطلعها لابنها وبتقول لها هي عايزه تقعد معاهم عشان قلقانه على ابنها جدا بسبب مشاكله النفسيه، بس البنت قالت لها اطلعي بره، وده عشان تفرض شخصيتها عليها وتعرفها ان هي جديه جدا في شغلها. وبعد ما خلصوا تقعد مع امها وبتقول لها دي رسمه ابنك، ولو ركزتي في الزاويه اللي تحت على اليمين هتلاقي شخابيط غريبه. الشخابيط دي في علم النفس تسمى بمنطقه انفصام او صدمه نفسيه. طبعا كل الكلام ده كده وبتألفه، بس الام بتتصدم عشان فعلا الولد ده اتعرض لحادث وهو صغير اتسبب له مشكله نفسيه. وهنا البنت دي الطماعه الخبيثه تستغل مشاعرها وبتطلب ضعف الفلوس اللي كانت بتاخدها في العادي. وهنا بيبان قد ايه البنت دي خبيثه وذكيه، لان بعدها بتعمل حاجه اخبث من كده بكتير. بيجي الراجل ده صاحب البيت وبيخلي السواق بتاعه يوصل البنت دي لبيتها، بتركب معاه العربيه ومش بتديله اي مجال للكلام عشان تبعد عنها شبهات. وفي الطريق قلعت ملابسها الداخليه وحطتها جوه الكرسي اللي قدامها من غير ما السواق ياخد باله، عشان لما يجي صاحب البيت ويركب العربيه بتاعته ويلاقي ملابس داخليه البنت في الكرسي هيفهم انه مشغل عنده سواق قليل الادب مش متربي ومش محترم. فهيعرف اللي هو كل يوم والعياذ بالله السواق ده بيجيب بنات كل يوم العربيه في الكنبه اللي ورا، فطبيعي اول حاجه يعملها اللي هو يطردوا. وبعد ما يطردوا الولد والبنت الاخوات دول يجيبوا ابوهم يشتغل سواق مكانه. انتوا متخيلين؟ ودي كانت بدايه سلسله من الكذب والخداع اللي هيعملوها خلال الفيلم، لان هدفهم ان هم ينتقلوا من تحت الارض لبيت واسع وفخم جدا. وفعلا ده اللي بيحصل بالظبط. فالام اتكلمت مع البنت وعرفت من لها لا ما عملتش حاجه، وفي الاخر البنت دي قالت لها لا تعرف راجل كبير ومحترم حافظ كل مكان في المدينه، كل شبر يعرف هو فين، ممكن يشتغل سواق مكانه لو حبه. انا اللي لفت نظري هنا ان العيله دي بتقدر تكذب بكل سهوله. موضوع الكذب فعلا صعب وبيبان جدا. يعني انا عن نفسي لو كذبت في اي موضوع مش هعرف امسك نفسي واضحك في نص الكلام. انا شايف ان الكذب محتاج مهاره تاليف كلام واحترافيه في التمثيل اكتر من
ليوناردو دي انما البنت دي بتتكلم وكأن كلامها حقيقي فعلا ومش بتحور. انتوا فاكرين الموضوع ينتهي هنا؟ اكيد لا. تمام، دلوقتي كام واحد من العيله الفقيره دي شغالين في البيت الكبير؟ الابن والبنت والاب. مش فاضل غير شخص واحد بس وهي الام. هتشتغل ازاي بقى في المكان ده؟ انا هحكي لكم دلوقتي. اول حاجه درسوا كويس جدا الخدامه الموجوده في البيت دلوقتي، وعرفوا انها من زمان جدا وهي شغلانه الشغلانه دي ومستحيل تتخلى عنها مهما يحصل. بس وصلوا لحل خبيث جدا في الاخر. عرفوا ان هي عندها حساسيه خطيره جدا من الخوخ. بيقولوا لو الوبر الموجود على الخوخ من فوق لو لمسها او قرب منها بس هيسبب لها طفح جلدي بالكامل، وبسبب كده مش هتعرف تتنفس وهتقعد تكح لحد ما تموت. وفعلا بعد ما حطوا الوبره جنبها دخلت المستشفى على طول. صحاب البيت قلقوا منها لا تكون تعبانه ولا حاجه، لان في اطفال في البيت وبكده حياتهم هتبقى معرضه للامراض. فراح الراجل ده اتصور جنبها وهي في المستشفى وراح وراها للست دي. حفظ سكريبت بعدها، حفظ نص كامل عشان يقدر يحاور ويكذب عليها بكل ذكاء. والتاني مره حطوا جنبها وبره الخوخ تاني، بس المره دي الوضع ساء اكتر من الاول بكتير. بالصدفه صاحبه البيت دخلت عليها ولقيتها عماله تكح، وبعد ما رمت المنديل بتاعها في الزباله جه الراجل ده بعدها على طول وحط على المنديل حاجه شبه الدم علشان الموضوع يبان اخطر بكتير. الخطه نجحت والخدامه اتطردت من شغلها، ومن جه مكانها الام الفقيره. وبكده بقوا كلهم شغالين في مكان مش مكانهم وعايشين عيشه مش بتاعتهم. بس السؤال هنا ايه مصير العيله دي بالظبط؟ يعني تمام بعد ما نجحت الخطه بتاعتهم وبقوا كلهم شغالين في البيت، هل الوضع يفضل مستمر كده ولا هيجي وقت وكل حاجه فيها تنهار؟ لسه هنشوف قدام. المهم الطفل ده عيد ميلاده بيجي وهو اصلا مهووس بفكره التخييم وانه يولع نار وينام تحت النجوم والجو ده. وعشان عيلته تساعده في اللي هو يعدي من صدمته النفسيه اللي اتعرض ليها وهو صغير، قرروا انهم كلهم يروحوا مكان يخيموا فيه يوم كامل ويسيبوا البيت فاضي. وفعلا كلهم مشيوا وسابوا البيت، ودلوقتي البيت بقى تحت ايد العيله الفقيره. تمام، انا هنا اتاكدت ان في مشكله كبيره هتحصل، في مصيبه هيعملوها كمان شويه. اول حاجه الوضع كان هادي، الزوجين كانوا نايمين على الكنبه، الابن نايم تحت الشمس في الجنينه، البنت قاعده في الحمام تتفرج على تلفزيون. تمام، ما توقعش ان الامور ممكن تسوء اكتر من البيت كله بيتقلب فوق بعضه وبيشربوا خمور وبيرموا اكل على الارض. الولد بيطلع اوضه البنت يفتش في حاجتها الشخصيه، واللي معصبني اكتر ان في وقت هم قاعدين في بيتهم وبياكلوا من اكلهم بيتكلموا عنهم بطريقه وحشه، بيقعدوا يتريقوا عليهم ويعبروا عن مشاعرهم ويقولوا قد ايه هم بيكرهوا العيله الغنيه دي. وفي الوقت ده بيحصل حاجه محدش كان متوقعها. في وقت ما الدنيا بتمطر بيجي حد يرن الجرس، بيروحوا يشوفوا مين، بيلاقوها الخدامه القديمه اللي كانت في البيت. دخلت وقالت لهم اللي هي اتطردت من البيت بسرعه وفي حاجات تخصها نسيتها وهتروح تجيبها. فضلوا يمشوا وراها ويراقبوها وبيلاقوها بتفتح ممر سري تحت البيت، والمكان ده عباره عن ملجأ طوارئ وقت الزلازل او الكوارث. ولما بتنزل تحت هنلاحظ ان في راجل عايش تحت، عنده مكتب وسرير وحمام، حرفيا اكنه عنده بيت تاني. وده يبقى زوج الخدامه القديمه، وكان مستخبي في المكان ده لمده 4 سنين. انتوا متخيلين؟ كان فاتح مشروع وفشل، ولما فشل اتداين من ناس كتير وفضل مستخبي تحت الارض المده دي كلها. وطول المده دي مراته كانت بتهرب له الاكل دايما من غير ما حد يعرف. دلوقتي في مشكله كبيره، بالغلط العيله الفقيره فضحت نفسها قدام الخدامه القديمه وفهمت ان كل اللي بيعملوه ده مش حقيقي وكله خداع، فطلعت تليفونها بسرعه وصورتهم هما كلهم على الارض وهددتهم انها تبعت الفيديو لصاحبه البيت. ذلوهم وذنبوهم وهنوهم، بعدها كلهم بينطوا فوق بعض عشان يمسحوا الفيديو المتصور، وفجاه التليفون بيرن. بيردوا على التليفون وبيعرفوا ان اصحاب البيت راجعين وفاضل لهم اقل من 10 دقايق. العيله الفقيره بتقدر تسيطر على الخدامه القديمه هي وجوزها وبيستخبوا هما تحت الترابيزه. الخدامه بتحاول تطلع تاني بس بتاخد بالشلوت وبتتخبط في دماغها وبتفقد الوعي. بنعرف بعدها ان الراجل المجنون ده قعد 4 سنين يقفل ويفتح في النور عشان يبعت رساله ترحيب بشفره معينه لملاك البيت الاساسيين. الوقت اتاخر وجه وقت النوم، وبيجي الطفل ده ويصمم ان هو يخيم في الجنينه، وعشان كده الام والاب دول بيقرروا يناموا قدامه على الكنبه عشان يخلوا بالهم منه. المشكله دلوقتي ان لسه العيله الفقيره مستخبيه تحت الترابيزه اللي قدامهم بالظبط، فلو طلعوا اي صوت بالغلط كل حاجه تنتهي. بيستنوا ساعه، ساعتين، 3 لحد ما الست دي بتبعت لهم اشاره بالخروج. قدروا يهربوا، بس لما هربوا اتصدموا من اللي لقوه. الدنيا كانت بتمطر جامد جدا، واول ما وصلوا البيت لقوه غرقان كله بالميه، كونه تحت الارض والشبابيك كانت مفتوحه، فحرفيا البيت كله اتبهدل بالميه. كالعاده الاب واقف في نص الميه مستسلم استسلام تام، مش بيعمل اي حاجه. وفي الوقت ده البنت راحت الحمام الملكي عشان تشرب سيجاره، وهو
البيت بيغرق. الابن بقى مسك في الصخره الساحره بتاعته وهو بيتامل وبيبص فيها وهو عنده ايمان اللي هي هتنقذه من الموقف اللي هو فيه. هنا الفيلم بيبين لنا شخصيه كل واحد فيهم بالتفصيل. فكره ان البنت تشرب سجاير في الحمام وسط الفوضى دي كلها، فده معناه ان هي عندها لا مبالاه ويأست يأس تام من كل المشاكل اللي حواليها. استسلام الاب للفيضان معناه اللي هو حرفيا مش بايده اي حاجه يعملها ومفيش حاجه قدامه غير الاستسلام للامر الواقع. الابن طبعا لسه عايش في اوهامه وماسك الصخره بتاعته وهو في نص الميه، وفي نفس الوقت ده الخدامه القديمه فاقت من الغيبوبه اللي كانت فيها وحاولت تنقذ جوزها، بس للاسف فقدت الوعي تاني بسبب ارتجاج في المخ لحد ما ماتت. هنا كل حاجه اتدمرت بسبب الطمع والكذب، بقوا ولا عارفين يقعدوا في البيت الكبير ولا الصغير، ناموا بعدها في ملجأ مليان ناس ما عندهمش بيوت. في بدايه الفيلم كان كل فرد في العيله دي بيفكر ويحط تكتيكات وخطط عشان يقدر يتسلل لبيت العيله الغنيه، بس في ليله واحده قدرت ترجعهم لمكانهم تاني، لا ده كمان لمكان اقل حتى من اللي كانوا فيه. بس بعدها للاسف الوضع بيسوء اكتر، وده لما صاحبه البيت قررت تعزم الكل لحفله عيد ميلاد ابنها. ايه اللي قررت تعمله في البيت بدل ليله التخييم اللي باظت بسبب المطر؟ بيلبسوا هدوم مستعمله من ملجأ وبيروحوا البيت وبيبداوا يجهزوا الحفل. بينزل الولد ده بالحجر بتاعه للمخبأ اللي تحت الارض عشان يشوف الخدامه وجوزها وضعهم وصل لايه بالظبط، بس ما يعرفش ان الحجر اللي فضل متمسك بيه طول الفيلم ده كان هو هيبقى سبب موته. خلونا اشرح لكم. بعد ما نزل بيلاقي الخدامه ميته بسبب خبطه الراس، بعدها جوزها على طول بيخنقه بالحبل وبيسرق منه الحجر وبيرميه على راسه مرتين وبيسيبه غرقان في دم وبيمشي. بيطلع الحفله ووشه كله دم وشكله حرفيا واصل لاعلى درجات الجنون، وهو ماسك سكينه المطبخ ورايح يقتل بيها. بيقتحم الحفله واول واحده بتقابله في وشه وهي جيسيكا، بيغرز سكينه في قلبها وبيقتلها. بيحاول يقتل امها برضه بنفس الطريقه بس بتنقذ نفسها على اخر لحظه، جابت سيخ شوي وغرسته في رجله لحد ما مات. صاحب البيت بيتصدم من منظر الدم، ولما بيبص على وش الراجل بيشمئز وبيقرف من الريحه، فبيجي الراجل ده وبيقتله بالسكينه من غير اي لحظه تفكير، لان الشخص ده يعتبر اكتر واحد مشخصن معاه موضوع الريحه. حرفيا طول الفيلم كل 10 دقايق الراجل الغني ده بيقول على ريحه الشخص ده ان ريحته شبه ريحه المخلل، ومره يقول ريحته شبه ريحه القماش المبلول. راجل غريب. واول ما قتله هرب من البيت واستخبى في الممر السري. بنعرف بعدها ان الابن عمل عمليه في دماغه بس خلته مجنون، بقى يضحك على اي حاجه يشوفها قدامه من غير اي سبب، لدرجه ان هو لما عرف خبر موت اخته فضل يضحك. بيكتشف في اخر الفيلم ان ابوه ما هربش من المدينه وانه فضل مستخبي تحت البيت الكبير. الاب بيقدر يبعت له رساله عن طريق النور بنفس طريقه الراجل اللي مات. الابن بيقدر يفهم الرساله فبيحط خطه بانه في يوم من الايام هيبقى غني ويشتري البيت في يوم ما ويخرج ابوه من العتمه للنور. بس في المشهد الاخير بيبان اللي هو لسه محبوس تحت الارض في بيته القديم الصغير، فبنعرف ان هو ما عملش اي حاجه من اللي هو قالها وكان طول الوقت بيوهم نفسه بس مش اكتر كالعاده. فيلم رهيب بمعنى الكلمه، وبيعرفنا ان الفقر مش قله فلوس بس، ده حرفيا بيبقى عباره عن سجن نفسي بتعيش الانسان في اوهام مش بتنتهي. شكرا عشان اتفرجت على الفيديو ده لحد الاخر. اعمل لايك لو لسه ما عملتش، اشترك في القناه عشان نوصل ل 100,000 مشترك في اقرب وقت ممكن. اشوفكم في فيديو جديد. سلام.